بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تبقوا بخير وبصحة وبهنا كده يا رب، ويبعد عنكم اي شر واي اذى يا رب، اللهم امين. حطوا لي كده لايك للفيديو واشتراك في القناة لسه مش مشتركين. وطبعا مبدئيا كده انا اسفة على صوتي، انا صوتي تعبان جدا، انا نفسي تعبانة، كل حاجة والله بجد تعبانة. وهنتكلم مع بعض شوية في الفيديو. الفيديو ده على فكرة كده مش جديد، يعني أنا مش مصورة جديد ولا حاجة، هو فيديو قديم بس انا مركبة على صوت تاني. حبيت كده بس اتكلم شوية. اللهم صل على النبي يا جماعة. الأول صلوا كده على النبي وتقربوا لربنا كتير. ومش عارفة الكلام اللي هقوله في الفيديو ده أصلا ينفع، يعني مش عارفة الفيديو ده هيتذاع بعد ما اتكلم هنزله ولا ايه، مش عارفة. المهم كده ايه، نصلي بينا على النبي. وعايزة أقول إن طبعا القناة بتاعتي أنا يمكن شغالة عليها دلوقتي بقالي بتاع 3 سنين. وحتة الربح على القناة، الربح شغال وكل حاجة، بس أنا لسه ما قبضتش حاجة من القناة. واللي عايز يصدق يصدق، واللي مش عايز يصدق طبعا ما يهمنيش ان هو يصدق يعني. انا عايزه اتكلم في حاجه يا جماعه، ان حته الرزق والفلوس والقبض والكلام ده كله، يعني مش اي حد كده يتكلم فيه. يعني انا ما ينفعش ابقى مقابله واحده كده اقول لها هو انت قبضتي كذا، هو انت قبضتي وانت بتقبضي كام من كذا، هو انت بتقبضي حته الفلوس بالذات دي. دايما كده في عندنا موروث كده، وحاجه احنا اتعلمناها اصلا عن الرسول عليه الصلاه والسلام، اللي هو داري على شمعتك تقيد بالبلدي كده. انا ما اعرفش اتكلم بقى، مش حافظه انا احاديث كده بعينها يعني، بس اللي هو بالبلدي داري على شمعتك تقيد. فاللي هو حتى لو في ربح من القناه ما ينفعش حد يجي يقول لي انت بتقبضي كام، انت بتعملي كام، انت مش عارفه ايه. انا عايزه اقول لكم يا جماعه، القناه دي اكتر حاجه انا تعبت فيها في حياتي كلها، هي القناه. القناه دي مش مجرد كده حاجه كده بنزل عليها فيديوهات زي ما ناس كتير فاكره ان هي حاجه كده تسالي، ولا لا، مش تسالي خالص والله العظيم. واصحاب القناة عارفين ان القناة مش تسالي. اي واحدة فاتحة قناة خصوصا لو هي ست بيت وعندها ولاد، ده شغل وشغل، يعني شغل تقيل قوي كمان. يعني يمكن اللي شغالين مثلا بره في اي ادارة حكومية او كلام من ده، تشتغل مثلا كل يوم تروح الصبح الساعة 8 وتيجي الساعة 2 وتشوف شغل بيتها، اريح بكتير قوي قوي من ان انت يبقى عندك قناة وان انت دايما بتسعي ان انت تكبريها وكلام من ده. على الرغم ان انا قناتي لسه يعتبر صفر على الشمال، اي نعم في ناس كتير بتتفرج عليها الحمد لله، وفي ناس الحمد لله بدأت تتابع صفحة الفيسبوك، وده حاجة محزناني والله العظيم بجد، لان انا واقفة مش عارفة اشتغل على اي حاجة من اللي انا الحاجات اللي انا شغالة عليها خالص خالص، مش عارفة ايه اللي حصل. بس انا اللي هو ايه، بحس ان كل الناس دايما شغلة نفسها بغيرها، دايما كل الناس شغلة نفسها بفلان وفلانة وعلانة وترتانة. ما بنشغلش نفسنا بنفسنا، لا احنا بنشغل نفسنا، ودايما بنسخر ذكائنا وتفكيرنا، بسم الله ما شاء الله علينا، يعني عندنا تفكير يعني ما نعدموش. بنسخره في تفكير في حاجة غيرنا، في اللي وصل ليه غيرنا، في اللي شغال فيه غيرنا، مش انا بقى. لأ، ده إحنا لو كل واحد مننا سخّر تفكيره وذكائه في حاله نفسه وفي حياته وفي عياله وفي شغله، أكيد يعني عارفين إن المسرحية لمّا كان بيقول لو الناس كلها عملت زيي كان فات مصر في حتة تانية خالص، كانت بتتقال طبعًا بضحك وبتريقة، بس هو فعلًا كده، لو مصر كلها كل واحد حَط هَمّه في نفسه وفي شغله، كان فات مصر في حتة تانية خالص. ومش باتكلم إنه أنا عليَّ العين بقى، وإنه الناس مش سايباني في حالي، وإنه مش عارفة إيه، بس أنا بجد أنا فجأة حسيت إن قبضي من القناة ده بقى محور الكون، والله العظيم. يعني أنا من أول يوم فتحت فيه القناة، ودايمًا الناس كل ما تقابلني والمقربين يعني مش ناس بعيدة، "هو أنتِ قبضتِ؟ هو أنتِ بتقبضي كام؟ هو أنتِ جبتِ كذا من قبض القناة؟ هو أنتِ جبتِ"، هو إحنا كنا طول عمرنا عايشين بقناة يا جماعة؟ هو إحنا قناة إيه اللي اتقبض من أول يوم والّا أول سنة أساسًا والّا أول، أنا بقى لي 3 سنين وما قبضتش، أقسم بالله ما قبضت منها لسه ولا ربع جنيه. وما باتكلمش وما باحلفش بالله عشان الناس تصدق، اللي يصدق يصدق واللي ما يصدقش ما يصدقش براحته. أنا عارفة إن الفيديو ده ممكن ناس تاخد الكلام على نفسها، بس اللي بياخد على الكلام على نفسه يبقى هو فعلًا بقى كده، اللي شاغل نفسه بيّا بقى وشاغل نفسه بالقناة وشاغل نفسه بالفيديوهات، وميارة ونزّلت وجابت واشترت وحطّت وعملت، رغم إن المشتريات اللي هتشوفوها مشتريات عبيطة جدًا اللي بانزّلها على القناة أصلًا، حاجات يعني عبيطة، ما فيش واحدة يوتيوبر تروح تشتري الحاجات اللي أنا باشتريها دي وبتعرضها. بس أنا لسه في الأول، أنا قناتي لسه بتقول يعني اللي هو يا هادي، لسه في الأول، أنا لسه ما حققتش اللي أنا عايزاه في القناة، ولا أصلًا الهدف اللي أنا فاتحة عشان القناة. كنت فاتحة القناة باقدّم فيها روتينات، باقدّم فيها طبخ، باقدّم فيها حاجات من دي، وحاجات بسيطة أوي عن محتوى الخياطة. طبعًا محتوى الخياطة وخياطة الملايات وشغل الخياطة ده كان هدفي الأساسي، بس طبعًا أنا لاقية المحتوى ده مهدور حقه،
وأنا أصلًا كنت لسه باتعلّم، يعني ما ينفعش إن واحدة باتعلّم ولسه ما أعرفش حاجة عن الخياطة أفتح قناة وأعلّم خياطة، وأكيد لو فتحت قناة مش هافتح عشان أعلّم لأ، أنا ممكن إن أنا في دماغي إن أنا أعرض شغلي، ويبقى حاجة إيه، اللي هو إعلان لنفسي عن شغلي، عن الحاجات اللي أنا باعملها، عن الأطقم اللي أنا باخيّطها، كلام من ده. زائد مثلًا حاجات بسيطة بقى روتينات، حاجات من دي لكن أنا بجد أنا حسّيت بقى في الفترة الأخيرة أو في السنة الأخيرة دي بالذات إن قبض من القناة ده بقى الشاغل لناس كتير أوي حواليّا، كل ما حد يقابلني أنتِ قبضتِ والّا لسه، أنتِ قبضتِ والّا لسه، أنتِ قبضتِ والّا لسه، وكمان لمّا دخلت في كذا يعني منصة تانية وبدأت أشتغل، ويمكن المنصات التانية دي اللي قبضت منها فلوس، بس فلوس طبعًا رمزية جدًا والله العظيم، والحمد لله يا ريتها دامت يعني ما دامتش وقفت خالص، أول ما ناس عرفت إن أنا باقبض من مكان تاني، الحمد لله، الحمد لله الرزق ده وقف أساسًا ما عُدتش باقبض خلاص، بس مش عارفة يعني هو أنا بس اللي بيتهيأ لي مثلًا إنه كده والّا هو حاجة مش عارفة بصراحة، أنا مش عارفة، بس أنا دايمًا يعني باقول إيه، دايمًا باحُط نَفْسي مكان الناس لمّا بالاقي حد قُدّامي عامل حاجة معيّنة، ما اقعدش بقى أشغِل نَفْسي وأقعد أسخّر كل تفكيري وأعصُر دماغي، هو قبض منين، هو جاب منين، هو عمل منين، طَب أنا مالي، أنا شُغلي أنا مالي أنا، طَب ما أنا أشتغل على نَفْسي وأطوّر من نَفْسي وأشوف أنا شاطرة في إيه وأعمله. أشوف أنا كويسة في إيه وأطوّر من نَفْسي، كأي واحدة سِتّة بيت مثلًا أو أي حد يعني عامةً يعني، إنّما اللي دايمًا شاغل باله ده أم يارا قبضت، ده أم يارا بتنزّل فيديو كذا، ده أم يارا عملت كام في الفيديو كذا، ده أم يارا عملت قالت كذا في الفيديو كذا، ده أم يارا مش عارفة إيه، بجد أنا عارفة إن في ناس كتير هتزعل من كلامي دوّة، بس معلش الحل اللي أنا فيه دلوقتي يزعّل أكتر على فكرة، أنا أقسم بالله، أقسم بالله أنا دلوقتي داخلة في 3 أسابيع ما أنا طايقة أمسك تليفون ولا طايقة إن أنا أمنتج فيديو ولا طايقة أنزّل حتى لو story ولا shorts ولا أي حاجة على أي منصة أنا شغّالة عليها خالص، أنا وقّفت شغل، على الرغم اللي يحزّن بقى كمان إن أنا في الوقت اللي أنا موقّفة فيه شغل، سبحان الله المتابعين بتزيد والمشاهدات بتزيد، ودايمًا بييجي لي كده مثلًا رسالة كده من الفيسبوك أو من كواي اللي هو نهنّئك مثلًا بزيادة المتابعين، استمر في عملك، نهنّئك بزيادة المشاهدات، استمر في عملك، مش عارفة إيه. وآجي أبُص ألاقي تعب 3 سنين بيروح من تحت إيدي في غمضة عين وأنا واقفة مش عارفة أعمل حاجة لنفسي، حرام بجد يعني أنا ما باتكلمش عن نفسي بس اللي بيتكلموا على أم يارا والّا كلام من ده، أي حد شاغل نفسه بأي حد تاني يعني اتقي الله في نفسك واتقي الله في اللي أنت بتتكلم عليه، واللي أنت ممكن تكون واحدة مثلًا بتقول كلمة كده مش في دماغها مثلًا ده أم يارا قبضت والّا أم يارا عملت، بس سبحان الله الكلمة بتصيب، وفي ناس على فكرة اللي هو نجمها خفيف يعني، اللي هو من أقل كلمة بتتأثّر، أهو أنا باحس نَفْسي من الناس دي، والله بجد أنا مش عارفة في ناس أكيد هتنتقدني بقى وتقول يعني هو أنتِ يعني يا ما هنا يا ما هناك، هو اللي عملِك ما عملش غيرِك والّا اللي أنتِ عملتيه ما حدش عمله؟ يعني ده شغلي وتعبي ومجهودي و3 سنين يا جماعة 3 سنين بيروح من تحت إيدي، أنا قاعدة باتفرّج كده على تعب 3 سنين بيروح من تحت إيدي مش عارفة أعمل فيه حاجة. تعب 3 سنين شغل على التليفون متواصل ليل ونهار، ليل ونهار لحد وقتنا هذا، وأنا مش عارفة أعمل حاجة وباحس إن القناة كده هتروح منّي، وإن شغلي وحياتي دي كلّها وأصعب حاجة في حياتي هي القناة، أصعب حاجة أنا تعبت فيها في حياتي هي القناة، للأسف أنا حاسة إن هي بتروح من تحت إيدي. فاتقوا الله، اتقوا الله في أي حد أنتم بتتكلموا عليه، حتى لو كلمة كده أنتم بتتكلموها مش في قصدكم حسد ولا قصدكم ممكن ناس كتير بتتكلم بس مش في قصدها حسد ولا كلام من ده، بس الكلمة بتصيب، زي ما قُلت لكم في ناس كده نجمها خفيف، ممكن الكلمة بسيطة بس بتصيب، وممكن الكلمة بتأثّر في اللي قدّامك، ده المشكلة إنه بيبقى عين عينك، يعني ناس تقابلني أنتِ قبضتِ يا أم يارا والّا لسه؟ والنبي ده كلام! يعني أنا طَب اعقلوه كده والنبي يا جماعة، هو ده كلام؟ انا حبيت بس اتكلم الكلمتين دول واتمنى كده محدش ياخد الكلام على نفسه ومحدش يزعل، بس لو حد هيزعل يزعله عليا انا لان انا بجد الحل اللي انا فيه دوت يزعل لما يكون تعب ومجهود وقد كده 3 سنين شغل وما يعرفش اللي انا بقوله ده غير صاحبة قناة، ويكون صاحبة قناة عندها بيت وعيال، هي اللي تبقى مقدرة الكلام اللي انا بقوله دوت مجهود 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 جامد، دي اللي تعرف انا بتعب قد ايه في القناة. واتمنى كده يكون الفيديو عجبكم وتحطوا لي كده لايك للفيديو واشتراك في القناة ودعوة حلوة كده من قلبكم بصلاح الحال يا جماعة، ربنا يصلح حالنا جميعا ويرزقنا جميعا اللهم آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.